الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول المولى سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمتكم أمة مجيدة كريمة عظيمة، اختارها الله لتكون واسطة العقد في هذا التاريخ، فهي الشاهد على الناس، والرسول عليها شهيد يوم القيامة. إنها أمة تمرض ولكنها لا تموت، قد تغفو أحيانا ولكنها لا تنام، تغلب أحيانا لكنها لا تقهر بإذن الله. أخرج الله منها منائر للتوحيد، وهداة للبشر، ومشاعل للحضارة الحقة. فمع علم من أعلام هذه الأمة نقف وقفة عظة وتذكر وتدبر. علم يجب على الأمة أن تجعله قدوة، أن تجعله قدوة من القدوات يوم كادت تغيب القدوات، حتى يكون حديث شيوخها في المنتديات، وقصصا لأطفالها الذين شغلوا بالقصص الهابط والرسوم المتحركات، وحديثا لشبابها الذين لطالما شغلوا بالحديث عن اللاعبين والفنانات، وملأوا أسماعهم وأبصارهم بالأفلام والمسلسلات. إنه من جعل كبير المسلمين له أبا، وأوسطهم له أخا، وأصغرهم له ابنا، فوقر أباه وأكرم أخاه وعطف على ولده. إنه القيم والأخلاق والمثل، وما أجمل وأروع أن نرى المثل والأخلاق رجالا وواقعا ملموسا. إنه من العادلين إذا ذكر العدل، إنه من الخائفين من الله إذا ذكر الخائفون. إنه من حيزت له الدنيا بأكملها فتولى يريد ما عند الله، فلم يصلح بينه وبين الله أحد من خلقه، فخاف الله وما تكبر وما تجبر وما ظلم. خشي الله فعدل، خشي الله فأمن، خشي الله فرضي. أظنكم قد عرفتموه. من هو؟ إنه عمر بن عبد العزيز. إنه عمر بن عبد العزيز. وما أدراكم ما عمر؟ إنها الهمم تتكلم وتتحدث. كان يقول لزوجه فاطمة: يا فاطمة، إن لي نفسا تواقة تشتاق للإمارة. فتولى الإمارة، فارتفعت الهمم،
فقال لها: يا فاطم، إن لي نفسا تواقة تشتاق للخلافة. فتولى الخلافة فارتفعت الهمم، فقال لها: يا فاطم، إن لي نفسا تواقة تشتاق للجنة. إنه رجل لا كالرجال وسيرة لا كالسير، عذرا أن نفيه حقه في هذه العجالة، لكن حسبكم وحسبي أن نقف عند بعض المواقف، نقف ونتذكر ونعتبر ونقرأ التاريخ. اقرأوا التاريخ فإن في التاريخ عبر، ضل قوم لم يعرفوا الخبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهيا بنا أحبتي نبحر في بحر عمر، ومن لآلئه نقتبس ونتذكر، ومن درره ننهل ونعتبر. وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة بإذن رب العالمين. تولى الخلافة رضي الله عنه، فكان مجددا بحق. كانت خلافته 30 شهرا، لكنها خير من 30 قرنا. لم يضيعها في كسب دنيوي ولا شهوة عاجلة، لكنه جعلها وقفا لله رب العالمين. فبارك الله في 2 ونيف بويع بالخلافة، وقام ليلقي أول خطاب له على المنبر، فتعثر في طريقه إلى المنبر. تعثر من ثقل المسؤولية، وتعثر من خوف رب البرية. وقف يتحدث للناس قائلا: لقد بويعت بالخلافة على غير رغبة مني، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم رجلا. فصاح الناس صيحة واحدة ممزوجة بالبكاء: قد اخترناك يا عمر، قد اخترناك يا عمر ورضينا بك. فبكى وقال: الله المستعان. ثم أوصاهم من على المنبر قائلا: أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء. من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. ثم رفع صوته: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ونزل على المنبر باكيا. بعد ذلك تعرض عليه الخيل والدواب ليركبها لتكون موكبه إلى قصر الخلافة كما كان يفعل أسلافه، فأعرض عنها قائلا: ما أنا إلا رجل من المسلمين، أغدو كما يغدون وأروح كما يروحون. عاد إلى بيته معلنا أنه من تواضع لله رفعه. ترك قصر الخلافة ودخل غرفته المتواضعة، وجلس حزينا يئن تحت وطأة المسؤولية. ثم استدعى زوجه فاطمة مبتدئا بالأقربين. استدعى فاطمة العابدة الزاهدة بنت الخليفة وأخت الخلفاء. قال لها: إني بعت نفسي من الله، إني بعت نفسي من الله، فإن كنت تريدين العيش معي فحيا هلا، وإلا فالحقي بأهلك. هذه الحلي التي تلبسينها تعلمين من أين أتى لك بها أبوك، رديها إلى بيت المال، والله لا أجتمع مع هذه الحلي في دار واحدة. قالت الزاهدة الراغبة فيما عند الله: بل أردها، والحياة حياتك يا عمر، وللآخرة خير وأبقى للذين آمنوا واتقوا. خرج إلى الأمة ليردها إلى الله الواحد القهار، فكان فعله يصدق قوله. كان لا يشغله عن الله شاغل، ليله قيام وبكاء وخشوع وتضرع، ونهاره عدل وإنصاف، ودعوة وبذل وعطاء. فما ليلنا ونهارنا يا عباد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا قيم السماوات والأراضين. ملأ الأرض عدلا بعد أن كادت أن تملأ جورا. هي يا عمر، قد عشت عمرك زاهدا في كل ما جمع البشر، أتعبت من سيجيء بعدك في الإمارة يا عمر. بعد كل صلاة ينادي مناديه: أين الفقراء؟ أين المحتاجون؟
فيقدم لهم الطعام والأموال، فلا والله ما تنساه البطون الجائعة ولا الأكباد الظامئة ما دام في الأرض بطن جائع أو كبد ظمأ. هو البحر من أي النواحي أتيته، هو البحر من أي النواحي أتيته، فسجيته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. رزقه الله الخشية، ومن رزق الخشية فقد رزق خيرا كثيرا. والذي يجعل الله نصب عينيه يفتح الله عليه. اتقوا الله ويعلمكم الله. فتح الله على عمر فتحا لا يخطر على البال ولا يدور بالخيال، فكان أخلص الناس لله، وهو يرجو الأمان من الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الحديث القدسي يقول الحق تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. دخل عليه أحد العباد وهو كعب القرظي، فجعل ينظر في وجهه، فإذا هو وجه شاحب وبدن ناحل كأن جبال الدنيا قد سقطت عليه. فقال: يا عمر ماذا دهاك؟ يا عمر ما الذي أصابك؟ والله لقد رأيتك وأنت أجمل فتيان قريش، تلبس اللين وتجلس على الوثير، لين العيش نظير البشرة. والله لو دخلت عليك يا عمر في غير هذا المكان ما عرفتك. فتنهد عمر باكيا، قال: أما إنك لو رأيتني بعد 3 ليال من دفني وقد سقطت العينان وانخسفت الوجنتان وعاتت في الجوف الديدان وتغير الخدان لكنت لحالي من حالي أشد إنكارا وأشد عجبا. فبكى محمد وبكى عمر وبكى الناس حتى ضج المجلس بالبكاء. جعل الهم هما واحدا، جعل الهم هما واحدا، فرضي الله عنه ورحمه، إنه هم الآخرة وكفى. عرف عمر نفسه وعرف همه وغايته، فرحم الله امرئا قد عرف قدر نفسه. كسدت عنده بضاعات المنافقين والشعراء والدجالين، وقام عنده سوق المساكين والفقراء. يدخل عليه أحد الشعراء فيمدحه، فلم يجد سماعا لما يقول، ولم يعطه عمر شيئا من أموال المسلمين، فخرج وهو يقول: رجل يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وجدت رقى الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الجن راقيا. أدنى الصالحين والعباد فجعلهم بطانته، وطلب منهم أن يوصوه ويبصروه بعيوبه. يقول لهم: لقد توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأعينوني. فكتب له سالم مولى أبي حذيفة: صم هذا اليوم يا عمر ولا تفطر حتى تلقى الله. كتب له مطرف بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، لو كان لك خصم لدود، لو كان لك خصم لدود لأعجزك، فكيف بخصمين؟ كيف ب3؟ كيف وخصمك أمة محمد يوم القيامة؟ كيف وخصمك أمة محمد يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. جمع 7 من الصالحين وقال: أنتم جلسائي كل ليلة، لكني أشترط عليكم شروطا 3 ليتنا اشترطناها في مجالسنا، ليتنا اشترطنا هذه الشروط في مجالسنا. اسمعوا وبلغوا هذه الشروط، فرب مبلغ أوعى من سامع. أولها: لا تغتابوا، لا تغتابوا ولا تعيبوا في مجلسي أحدا. ثانيها: لا تتحدثوا في الدنيا. ثالثها: لا تمزحوا وأنا جالس أبدا. فكانوا يجتمعون بعد العشاء فيتحدثون في الموت وما بعده، ثم ينفضون من مجلسهم وكأنهم انفضوا عن جنازة. كتب له أثناء خلافته سالم بن عبد الله بن عمر كتابا شديدا يقول فيه: يا أمير المؤمنين، لقد تولى الملك قبلك أناس ثم صرعوا
وها هي مصارعهم، فانظر إليها لترى. كانوا ينظرون إلى اللذات بعيون فأكلت، ويأكلون ببطون فنهشت، ويتلفتون بخدود أكلها الدود. فاحذر أن تحبس في جهنم يوم أن يطلق العادلون. احذر يا عمر أن تحبس في جهنم يوم أن يطلق العادلون. فلما قرأ ذلك انهد باكيا قائلا: اللهم لا تجعلني مع المحبوسين، اللهم لا تجعلني مع المحبوسين يوم أن يطلق العادلون. حمل هم الأمة، خلع كل لباس إلا لباس التقوى، لم يأخذ قليلا ولا كثيرا، همه الآخرة لا الدنيا. كانت له نظرة مختلفة عن نظرات الناس. حج مع الناس، وأخذ الناس يتسابقون يوم عرفة مع الغروب إلى مزدلفة، وهو يدعو ويتضرع ويقول: لا والله، ليس السابق اليوم من سبق جواده وبعيره، إن السابق من غفر له في هذا اليوم، إن السابق من غفر له في هذا اليوم. كان شديد الخوف والمراقبة لله، إذا أراد النوم ارتجف صدره، فتقول زوجه: ما بالك يا عمر؟ فيقول: تذكرت قول الله: فريق في الجنة وفريق في السعير، فخفت خوفا أورثني ما ترين. فما حالنا مع القرآن؟ فما حالنا مع الآيات والذكر؟ عمي عن الذكر والآيات تندبنا، لو كلم الذكر جلمودا لأبكاه. مقياسه في تقييم الناس التقوى، وهكذا يجب أن تكون مقاييسنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول عمر: والله ما رأيت متقيا إلا وددت أني في جلده. استدعى مزاحما يوما فقال له: يا مزاحم، لقد رأيتك تصلي الضحى في شعب من الشعاب لا يراك فيه إلا الله، فأحببتك والله، فكن عوني على نفسي، فإذا رأيتني ظلمت فخذ بتلابيبي وقل: اتق الله يا ابن عبد العزيز. إذا رأيتني ظلمت فخذ بتلابيبي وقل: اتق الله يا ابن عبد العزيز. فما بالهم إذا نصحوا أخذتهم العزة بالإثم. كان يحب العفو ويحب الإحسان. نال منه رجل يوما فقيل له: رد على هذا السفيه يا عمر. فقال: إن التقي ملجم، وإن الصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخزى لعمر الله نباح. كان رضي الله عنه لا يرى مظلمة. دخل أحدهم يبايعه فقبض يده، قال له: يا أمير المؤمنين، لم قبضت يدك؟ قال: اغرب عني، تجلد فلان 70 جلدة لأنه آذى ابنك. ما غضبت لله ولكن غضبت لنفسك ولولدك. والله لن تلي لي عملا بعد اليوم. فعزله عمر، قطع أعطيات بني أمية وصلاتهم، فغضبوا وأرسلوا له ابنه عبد الملك، فقال لهم: قل لهم يا بني، قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ألجم عمر نفسه بهذا اللجام، فهلا ألجمنا أنفسنا بهذا اللجام. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولا العباد والزهاد واختارهم، فقامت الدنيا. يقول ميمون بن مهران: لقد أخبرنا رعاة الأغنام بأن الذئب أيام خلافة عمر ما كانت تعدو على الأغنام. لم تكن الذئاب تعدو على الأغنام. فيا الله، حتى البهائم تسعد في ظل العدل وتأمن. لما توفي عمر عدت الذئاب على الأغنام، فعرف أهل البوادي أنه قد مات رجل عادل. فالعدل أمن وطمأنينة وسكينة، وبالعدل قامت السماوات والأرض. كان شديد المحاسبة لنفسه، ورعا تقيا. كان يقسم تفاحا أفاءه الله على المسلمين، فتناول ابن له صغير تفاحة، فأخذها عمر من فمه وأوجع فم الصغير، وذهب الصغير لأمه باكيا، فأرسلت من اشترى له تفاحا. عاد عمر إلى البيت
وما عاد بتفاحة واحدة، فقال لفاطمة: هل في البيت تفاح؟ إني أشم رائحة تفاح في البيت. قالت: لا والله. وقصت عليه قصة الصغير، فذرفت عيناه وقال: والله لقد انتزعتها من فم ابني وكأني أنتزعها من قلبي، ولكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة من مال المسلمين، ولكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة من مال المسلمين. فيا الله ورب عمر، لمشهد كهذا خير من الدنيا وما فيها، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كان متواضعا لله، مدحه رجل في وجهه فقال: يا هذا، أما إنك لو عرفت من نفسي ما أعرف ما نظرت إلى وجهي. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. كان شديد الخوف من الله، كان شديد الخوف من الله، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. كان يذكر الله في فراشه كما تقول زوجه، ثم ينتفض كما ينتفض العصفور المبلل، حتى أقول، يعني زوجه، حتى أقول: ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. ثم تقول: يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، والله ما رأينا من سرور منذ تولى عمر الخلافة. تقول زوجه فاطمة: أمسى ذات ليلة وقد فرغ من استعراض حوائج المسلمين، ثم أطفأ السراج، ثم قام فصلى ركعتين، ثم جلس واضعا رأسه على يديه، تسيل دموعه على خده، يشهق الشهقة، فأقول: خرجت نفسه وانصدعت كبده، فلم يزل كذلك حتى أصبح الصبح باكيا يتألم، ثم أصبح صائما. تقول زوجه: فدنوت منه وقلت: يا أمير المؤمنين، كثير منك ما كان ليلة البارحة، كثير منك ما كان ليلة البارحة، أأمر ألم بك أم ماذا دهاك؟ فأجابها وقد نصب خوف الله أمام عينيه قائلا: إني نظرت في نفسي فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة، صغيرها وكبيرها، وأحمرها وأسودها، يتيمها وأرملتها. ثم ذكرت الغريب والفقير واليتيم في أقاصي البلاد، فعلمت أن الله سيسألني عنهم، علمت أن الله سيسألني عنهم، وأن محمدا سيكون خصمي في ذلك اليوم، فخفت ألا يثبت لي عند الله عذر، فخفت ألا يثبت لي عند الله عذر. فدمعت عيناي ووجل قلبي، وكل ما ذكرت ذلك ازداد وجلي، ثم انهد باكيا رضي الله عنه ورحمه. الله، من لنا بمثل عمر؟ عجزت نساء الأرض أن ينجبن مثلك يا عمر. بكته فاطمة زوجه بعد وفاته حتى ذهب بصرها، ودخل عليها إخوتها قائلين: ما هذا يا فاطمة؟ أجزعك على عمر؟ فهو والله أحق من يجزع عليه، فهو أحق من يجزع عليه وعلى مثله. أم جزع على شيء من الدنيا؟ فأموالنا بين يديك، فخذي ما أحببت واتركي ما شئت. قالت: لا والله، لا هذا ولا ذاك، لكني رأيت من عمر ليلة منظرا ما تذكرته إلا بكيت. رأيته ليلة قائما يصلي، فجلس يقرأ حتى أتى على قول الله جل في علاه: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فصاح وسوء صباحا، ثم وثب، ثم سقط يئن حتى ظننت أن نفسه ستخرج، ثم هدأ، ثم صاح وسوء صباحا، ثم قام وهو يقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث وتكون الجبال فيه كالعهن المنفوش، حتى طلع الفجر، ثم سقط مغشيا عليه. فلما سمع الأذان قام فصلى بالمسلمين. تقول: فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتني عيناي، فلم أملك رد عبرتي، فأسأل الله أن يؤمنه وأن يؤمننا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. خاف الله في الدنيا، فنسأل الله أن يؤمنه في الآخرة. هذه مواقف من حياة عمر، هذه مواقف من حياة عمر وخوفه من الله وزهده وعدله. هذا هو عمر الذي جلس للناس مربيا وأبا وأخا، هذا هو عمر
لمن أراد أن يقتدي بعمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع استرعاه الله رعية فمات حين يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، وما من راع يسترعيه الله رعية ويموت حين يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة. فتشبهوا إن لم تكونوا مثله، إن التشبه بالكرام فلاح. اللهم أخرج من أصلاب هذه الأمة رجالا كعمر يردون الأمة إليك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فلكل أجل كتاب ولكل بداية نهاية، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، يموت كل صغير وكبير وذكر وأنثى ومقر وجاحد وزاهد وعابد، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تنتهي حياة الأخيار بنهاية حميدة، فكأن الأخيار ما بئسوا مع من بئس، ما كأنهم سهروا في طاعة الله، ما كأنهم تعبوا، ما كأنهم جاعوا بعد أن تنعموا، لأنهم صبغوا في الجنة صبغة فزال كل بؤس وألم ونصب وتعب. وتنتهي في المقابل حياة الفجار في حفرة من حفر النار، ما كأن الفجار تنعموا ولا أكلوا عند أول صبغة في النار، عندها يزول كل نعيم، لا خير في لذة من بعدها النار. وتأتي وفاة عمر الذي كان أعظم ما قاده إلى الله ذكر الموت. اشتد عليه المرض وأدخل عليه الأطباء ووضعوا له العلاج المناسب والشفاء بيد رب العالمين، فقال: والله لو كان دوائي في أن أرفع يدي اليمنى إلى أذني ما فعلت، والله ما أنا بحريص على الدنيا فقد مللتها، ولكني أسأل الله أن يسلم. استدعى خادما له ثم قال: أسألك بمن سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه، أأنت سممتني في الطعام؟ قال الخادم: إي والله. قال: فكم أعطوك على ذلك؟ قال: 1000 دينار. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله والله يحب المحسنين. اذهب أنت حر لوجه الله والله يحب المحسنين. دخل الناس عليه يعودونه، وكان كلما عاده أحد قال: اعفو عني عفى الله عنك. قام وخطب الناس، فكان مما قال في آخر كلامه: اتقوا الله قبل حلول الموت بكم، إني لأقول هذا وما أعلم أحدا عنده من الذنوب أكثر مما عندي. ثم خنقته عبرته، فأخذ طرف رداءه فوضعه على وجهه يبكي، فما بقي أحد إلا بكى لبكائه، ولم يخطب بعدها رحمه الله. في ضحى يوم عيد الفطر حلت بعمر سكرات الموت التي لا بد من حلولها بكل واحد منا، ونسأل الله أن يحسن لنا الختام. فجاءه مسلمة ابن عبد الملك فقال له: إنه قد نزل بك ما ترى، وإنك تركت صبيتك صغارا لا مال لهم، فأوصي بهم إلي. فجلس عمر وقال: والله ما منعتهم حقا هو لهم، ووالله لن أعطيهم ما ليس لهم. إن بني هؤلاء أحد رجلين، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا، وإما مكب على المعصية فلم أكن لأعينه على معصية الله. ثم أمر فقال: ادعوا أبنائي جميعا. فدعوهم وكانوا 12 صبيا كأنهم فراخ. نظر إليهم بحنان الوالد، نظر إلى ضعف طفولتهم وبراءة أعينهم، فذرفت عيناه الدموع، ثم قال:
أفديكم بنفسي أيها الفتية الصغار الذين تركتكم ولا مال لكم. أي بني، إن أباكم كان بين أمرين، إما أن يغنيكم فيدخل النار أو يفقركم فيدخل الجنة، فاختار أن يفقركم ويدخل الجنة. لكن وليي الله فيكم الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن أباكم كان بين خيارين، إما أن يغنيكم فيدخل النار أو يفقركم فيدخل الجنة، فاختار أن يفقركم ويدخل الجنة. لكن وليي الله فيكم الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انصرفوا عصمكم الله. فانصرف أبناؤه، فجعل يبتهل إلى الله في خشوع ويقول: رباه، أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت. رباه ما عندي ما أعده للقائك إلا خوفي منك وحسن ظني بك وأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. ثم أمر الناس أن يخرجوا، فكانوا يسمعونه يردد: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسلم عمر الروح إلى باريها، فرحمة الله عليه جسد لفف في أسماله. رحمة الله على ذلك الجسد. كان يقول قبل وفاته: إذا غسلتموني وكفنتموني ووضعتموني في لحدي فاكشفوا عن وجهي، فإن ابيض فاهنأوا وإن اسود فويل لي ثم ويل لي. يقول رجاء: فكنت في من غسله وكفنه وأدخله في لحده، وحللت العقدة من كفنه، ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو كالقراطيس بياضا، ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو كالقراطيس بياضا. بيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسلم الروح عمر، فأسكت فم لطالما تلجلج بذكر الله، وأغمضت عينان لطالما ذرفت من خشية الله، واستراحت يدان لطالما مدت إلى ما يرضي الله. ودع الأمة والجياع شبعوا، والخائفون أمنوا، والمستضعفون نصروا بإذن الله. وجد اليتامى فيه أبا لهم، والأيامى لهم كافلا، والتائهون لهم دليلا، والمظلومون لهم نصيرا. وحلت المصيبة بالمسلمين، وأغلقت القلوب بحزنها والعيون بدمعها. فاليوم تنعم يا عمر بجوار من أهدى البشر، فسقي رفاتك وابل من ماء غيث من حمر. يقول مسلمة: يرحمك الله يا عمر، لقد لينت قلوبا قاسية وأبقيت لنا في الصالحين ذكرا. ذهب عمر بعد أن حقق العدل والطمأنينة والسكينة والأمن والإيمان في 2 وبضعة أشهر و5 أيام. فماذا حققنا نحن على مدى سنوات طوال؟ كان كثيرا ما يقول ويردد: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. إن الأعمار لا تقاس بالأعمار ولكن بالهمم. إن الأعمار لا تقاس بالأعمار لكن بالهمم والمقاصد والأهداف. مات عمر وما مات ذكره، ولا يموت ذكر الصالحين. لهج المسلمون بالدعاء والثناء عليه، ليس المسلمون فحسب. ها هو ملك الروم ليون الثالث يقول: لو كان رجل يحيي الموت بعد عيسى لكان عمر. والله لا أعجب من راهب جلس في صومعته وقال: إني زاهد، لكني أعجب من عمر يوم أتته الدنيا حتى أناخت تحت قدميه، ترك لها بقدميه وأعرض عنها وهو يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أعرض عن الدنيا وهو يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه سيرة عمر أيها الأخ الكريم. هل أعجبك؟ إن أعجبتك فاقتدي بها، اقتدي بعمر وبالصالحين، لعلك تكون منهم ومعهم إن لم تكن جلهم. فإن لم تستطع وجاهدت نفسك فأحبهم، فإن المرء مع من أحب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عمر عن المسلمين خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اجز كل العادلين عن رعيتهم خير الجزاء يا حي يا قيوم.
اللهم أبرم لأمتنا يوما رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه وتذكرهم به إذا نسوه. اجمع شملنا ووحد صفنا وأصلح ولاة أمورنا يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم انصر المستضعفين في العراق وفي الشيشان وكشمير والفلبين وأفغانستان. اللهم انصرهم في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. تقبل شهداءنا وشهداءهم. اللهم تقبل شهداءنا وشهداءهم. اللهم تقبل شهداءنا وشهداءهم وفك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا حي يا قيوم. اللهم قيض لهذه الأمة ولاة أمر صالحين وعلماء ربانيين ودعاة مخلصين يردونها إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. من أرادنا وبيوت المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم من حاربونا عبر الشاشات والقنوات اللهم فلا تبارك لهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل كيدهم تدبيرا ومكرا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا عليم يا خبير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر